من أكتر اللحظات الصعبة في أي يوم شغل لما تلاقي عميل واقف قدامك غضبان بيزعق صوته عالي، والناس حواليك واقفة بتتفرج، وأنت واقف بين إنك تحافظ على احترامك وما تخسرش العميل. الشطارة والذكاء هنا إنك تعرف تعمل الاتنين، وتقدر تحول الموقف السلبي ده لموقف إيجابي، وبدل ما الموقف ده يقفلك يومك كله، لأ، ده أنت هتأكد على قيمتك في الكيان ده. إزاي تقدر تعمل كده؟ ده اللي هنحاول نتعلمه مع بعض في خطوات بسيطة. أول حاجة لازم تفهمها إن العميل ما عندوش مشكلة معاك أنت كشخص، هو محتد ومنفعل في كلامه معاك لأنك الواجهة اللي هو شايفها قدامه دلوقتي. أول حاجة، خليه يفرغ غضبه. الغضب محتاج يخرج مش يترد عليه. ما تقطعوش، ما تدافعش، وبلاش تعلي صوتك أنت كمان، ولا تقول له طيب اهدى شوية لو سمحت. المخ مش مستعد يسمع. انتظر بثقة، سيبه يتكلم ويخلص الجملة بتاعته. المقاومة والرد هيزود الغضب. الغضب محتاج يخرج مش يترد عليه. قول له أنا سامعك كويس جدا وهسمعك للآخر. أنا متفهم موقفك تماما، ولو مكانك أكيد هكون متضايق. بلاش تقطعه أو تغلطه. يعني مثلا لو في محل إلكترونيات وقال إن اللابتوب ده ظهر فيه عيب بعد يومين، ما تقولوش ده عيب استخدام. أحيانا بيكون العميل محتاج بس حد يحس بيه. خليه يحس إنك في صفه مش خصمه. تاني حاجة، خد المسؤولية حتى لو الغلط مش بتاعك. قول له خليني أشوف إيه اللي حصل بالظبط. الموضوع من دلوقتي معايا أنا وهتابعه شخصيا. هنا هيبدأ يهدى ويبدأ يسمع. في الوقت ده هتستخدم حيلة ذكية جدا. في علم الأعصاب، لما الإنسان بيغضب التحكم في الدماغ بيكون مع الجزء الأيمن المسؤول عن العاطفة. دورك بقى دلوقتي إنك تلاقي الزرار الصح في دماغه عشان تفعل المنطق أو البريفرونتال كورتكس في دماغه من غير ما يحس. اسأله أسئلة بسيطة تكون محتاجة لتفكير. إيه مع حضرتك الفاتورة؟ تاريخ الشراء كان إمتى؟ طيب ممكن رقم موبايل حضرتك؟ ممكن رخصة العربية بعد إذنك؟ مع حضرتك رقم الطلب؟ أنت هنا بتعمل حاجة اسمها cognitive shift. في لحظة واحدة العاطفة بتتراجع والمنطق بيمسك الدفة، والصوت العالي بيبدأ يهدى من نفسه. الدماغ هنا بتبدل نظام التشغيل. الخطوة الثالثة، قدم حل وحاول بقدر الإمكان تخليه شخصي. ما ينفعش تقول دي البوليسي بتاعت الشركة وانت بتتعامل مع عميل غضبان. حاول دايما تحسسه انك بتقدم له هو حاجة خاصة ليه، ولو قدرت تضيف لمسة صغيرة زي خصم بسيط أو توصيل مجاني أو جفت بسيطة أو حتى مكالمة متابعة. المتابعة هي اللي فعلا بتحول الغضب لولاء. دي رسالة اللي انت بتقول للعميل فيها أنا معاك حتى بعد المشكلة ما خلصت. الاهتمام بعد المشكلة أهم من الحل نفسه. اللي بيفضل في الدماغ هو آخر موقف وآخر إحساس. يعني ممكن العميل يبدأ منفعل وغضبان، بس اللي هيفضل فاكره هو إن أنت اهتميت بيه وحليت مشكلته. في النهاية، العميل غاضب مش خصم ولا مشكلة بتقفل اليوم. حاول تشوف فيها فرصة إنك تكسب عميل جديد، وتثبت فيها إن الاحتراف مش بس في الحل لكن في الأسلوب، وإن المهنية إنك تتعامل مع الغضب من غير ما تكون جزء منه. وفي كل مرة تقدر تحتوي مواقف صعبة وتتعامل معاها، أنت مش بس بتحافظ على سمعة الشركة، أنت بتبني سمعتك أنت الشخصية. وبس كده، ونتقابل قريب إن شاء الله.